تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: إمام سعودي يطرد المصلين من المسجد ويقول هذا المسجد للسعوديين فقط. سأريكم مدى التدليس والافتراء على هذا الشيخ في هذا المقطع بإذن الله. أرجو منكم مشاركة هذا المقطع في كل مكان، لأن للأسف الشديد لم أرى إلى الآن أي فيديو يبرئ الشيخ من هذه التهمة، وهذه التهمة انتشرت جدا، رأيتها على عدة مواقع وعلى عدة صفحات، ويعني جايبة آلاف أو مئات الآلاف من المشاهدات. فلنساهم لتبرئة أخانا المسلم هذا الشيخ. بارك الله فيكم. دعونا نستمع إلى المقطع المقصوص أولا، ثم نريكم المقطع الحقيقي كاملا بإذن الله. أيها الإخوة، سوف أطلب منكم طلبا وأرجو ألا تستغربوه وألا تتعجبوا منه. الطلب هو: من لم يكن عربيا أو قبليا أو سعوديا فأرجو ألا يصلي معنا في الجمعة القادمة. فهذا المسجد مخصص لأبناء العرب، لأصحاب النسب الرفيع، لأبناء القبائل، للسعوديين فقط وليس لغيرهم. إنني أعلم أن هذا الطلب غريب وعجيب. إذن الآن إخوتي وأخواتي رأينا المقطع المقصوص. دعونا الآن، وهذا المقطع المقصوص نشرته صفحة اسمها فيصل اجتماعات الدوسري، وكاتب عليه: كلام هذا الشيخ ليس مقبولا بحق الإسلام. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ناشر المقطع بكل ثقة، وكاتب على العنوان: إمام سعودي يطرد المصلين ويقول هذا المسجد للسعوديين فقط. يعني ناشر بكل ثقة. الله أعلم هل هو يعلم أنه مقصوص من سياقه أو أنه لا يعلم ونشره هكذا بغرض المشاهدات، وممكن يعلم ويريد التشويه وزرع الفتنة بين المسلمين. دعونا نشاهد الآن المقطع الحقيقي كاملا، وهي خطبة طويلة كان الشيخ يحذر فيها أصلا من العنصرية، كان يحذر فيها من العنصرية، كان يحذر فيها من هذا الكلام، ويريد أن ينبه المسلمين على ذلك. فجاء هؤلاء وقصوا المقطع وغيروا المعنى بالكامل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هي الخطبة كانت مدتها 26 دقيقة، والخطبة قبل 9 سنوات، أي يعني في عام 2014، بعنوان للسعوديين فقط، خطبة الجمعة للشيخ إبراهيم الحارثي. تعالوا نسمع أجزاء من هذه الخطبة. أنتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، سوف أطلب منكم طلبا وأرجو ألا تستغربوه وألا تتعجبوا منه. الطلب هو: من لم يكن عربيا أو قبليا أو سعوديا فأرجو ألا يصلي معنا في الجمعة القادمة. فهذا المسجد مخصص لأبناء العرب، لأصحاب النسب الرفيع، لأبناء القبائل، للسعوديين فقط وليس لغيرهم. إنني أعلم أن هذا الطلب غريب وعجيب، وأرى الابتسامة تلوح على وجوه الكثيرين منكم، وأنا أعلم أنكم تعلمون أنني لست جادا في هذا الطلب ولا أعنيه ولا أقصده، وأعوذ بالله
أن أفكر يوما من الأيام بمثل هذا التفكير، وأبرأ إلى الله أن ألقى الله بمثل هذا التفكير. لكن يبدو أنه لم يبق إلا أن نقول ذلك، لم يبق عند الكثيرين للأسف وليس الأكثر، لم يبق عند الكثيرين إلا أن يقولوا ذلك. ربما هم الآن يستعجبون من مثل هذا ويستغربونه ويستنكرونه وأشد على أيديهم، لكنهم عمليا يمارسونه دون أن يشعروا، دون أن يعلموا، دون أن ينتبهوا، وأحيانا يمارسون ذلك وهم يقصدون، لأنهم تربوا على ذلك ونشأوا في بيئات ربما تتحدث عن ذلك، وربما يكون هذا هو مدار الحديث عند بعض العائلات وعند بعض أبناء القبائل وعند بعض أبناء السعودية. التفكير بهذه الطريقة، التعالي على الآخرين دون أن يشعروا. ولعلي أؤكد حينما أقول دون أن يشعروا، دون أن ينتبهوا، لأنه لا يفكر أحد بهذه الطريقة إلا وقد وقع في المحظور وانتهك الحرام وخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يناقض فطرته وإنسانيته. يا أيها الإخوة، كم من مرة قلت على هذا المنبر كلاما يشبه هذا الكلام، وكم من مرة تحدثت عن مثل هذه الظواهر. إنني أخاطب نفسي وأخاطبكم، أتحدث إلى نفسي وأتحدث إليكم. إننا أيها الإخوة نقع في مثل هذا التخلف الفكري والقيمي والأخلاقي. إننا أيها الإخوة نتعالى، وكل واحد منا يتعالى على الآخر ويتعاظم عليه دون أن يشعر. أيها الإخوة، متى نحول الأفكار والمبادئ التي في عقولنا، متى نحولها إلى سلوك، متى نحولها إلى منهج حياة، متى نحول كل هذه القيم التي تمتلئ بها عقولنا، متى نحولها إلى منهج حياة يراه الناس، إلى منهج حياة يحكم تصرفاتنا. أيها الإخوة، بسهولة شديدة يستطيع أحد من الناس أن يقول لآخر يا عبد، ولا يرى في ذلك مؤاخذة. يا بدوي، يا حضري، يا طرش البحر، يا مصري، يا سوداني، يا يمني، يا بنغالي. أليس كذلك؟ أليس هذا ما نقوله؟ أليس هذا ما نتحدث به؟ أليس هذا ما نعلمه لأبنائنا؟ هذا ما نتحدث به دون أن نشعر، دون أن نعرف المعنى الذي يمكن أن يترتب عليه، دون أن نعرف ما هي الأخلاق التي يكتسبها أبناؤنا حينما يتعالون على الناس. السعودي يرى نفسه هو أفضل من مشى على الأرض، بعض السعوديين، ولذلك يرفع شعار ارفع راسك، أنت سعودي، غيرك ينقص وأنت جزودي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لماذا غيري ينقص وأنا أزود؟ لماذا؟ هل الله عز وجل أعطاني حجة بذلك؟ ليس بيننا وبين الله نسب، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حينما جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحى هو وبلال، قال له يا ابن السوداء،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. كل من يعير إنسانا بلونه، بشكله، بنسبه، بجنسيته، فهو فيه جاهلية، فهو جاهلي صرف، جاهلي لم يتخلق بأخلاق الإسلام، لم يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يسر كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من إيغار الصدور؟ لماذا نوغر صدور بعضنا على بعض؟ لماذا نفسد الود الذي بيننا؟ لماذا نفرق جمعنا؟ لماذا يعتز الجنوبي بجنوبيته في السعودية، ويعتز النجدي بنجديته، ويعتز الحجازي بحجازيته؟ ولماذا يغرد المصري بمصريته؟ ولماذا يقفز اليمني ليتحدث عن أصله وفضله؟ لماذا؟ إن كنت تريد أن تتحدث من باب التاريخ، من باب الوقائع، من باب الحديث الذي يقبل، دون أن يكون فيه تنقص للآخرين، دون أن يكون فيه إساءة، دون أن يكون فيه تعال على الآخرين، فلا بأس. أما أن نتحول إلى مجموعات وكتل ينتقص بعضنا بعضا، فذلك ما لا يرضاه الله ولا رسوله. إذن يا إخوة، سمعنا هذه الخطبة الجميلة والرائعة جدا، هي متوفرة على اليوتيوب إلى يومنا هذا. فسبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن تعمد قص هذا المقطع لتشويه هذا الشيخ ولتشويه مجتمع إسلامي أيضا، إن هو الهدف من هذا تشويه هذا الشيخ وتشويه الإخوة السعوديين.